السلام عليكم. انت تعرفي انك تقدري تعملي الطحينة في البيت بأسهل طريقة من غير اي تعب، من مكونين اتنين بس، وهتعمليها احلى من الجاهز بكتير واوفر وانضف كمان. تابعي معايا الفيديو خطوة بخطوة وهقولك على كل الاسرار بتاعتها اللي هتخلي الطحينة بتاعتك كريمية وطعمها يجنن. بس ما تنسيش اللايك والاشتراك. يلا بينا نشوف المقادير. عندنا كوباية سمسم، نص كوباية دقيق، تلت كوباية سوداني. دلوقتي هناخد السمسم ونروح نحمصه على النار. دلوقتي انا عايزه اقول لكم على حاجه. وانا بقلب السمسم بقلبه بايدي ليه؟ علشان السمسم مش عايزاه يسخن لدرجه كبيره، عايزاه يدوبك بمجرد ان هو يدفى خلاص على كده. ليه؟ عشان ما يتحرقش مني. بعد ما بحمص السمسم بفضيه في الطبق، برجعه في طبقه، وبعدين بحط الدقيق برضو مكانه، بديله تقليبه عشان لو فيه رطوبه او حاجه بطلعها منه. وبعد كده بحط السوداني مكانه وبديله برضو نفس التسخينه، وبعد كده بحطهم التلاتة في بول على بعض. بالنسبة للسوداني، انت ممكن تحطيه مطحون او تحطيه سليم، مفيش مشكلة. انا بالنسبة لي كان عندي مطحون فحطيت منه. بنحط المكونات التلاتة على بعض وفي الكبة او المطحنة وبنطحنهم لحد ما ينعموا خالص. احنا كده بنطحنهم. بعد ما نطحن هنجيب كوباية زيت، هناخد كوباية الزيت ونبتدي نحطها في الكبة او المطحنة اللي هنعمله فيها الطحينة، وبعدين نبتدي نضرب الزيت كويس. ده هيديكي النتيجة كويسة جدا. بعد كده نبتدي نحط الخليط اللي عندنا شوية شوية ونبتدي نضرب تاني، نحط شوية ونضرب تاني. اوعي تكوني وصلتي لحد هنا ما عملتيش اشتراك للقناة. وانتي كده عملتي طحينة ما شاء الله احلى من الجاهزة. هتستخدميها في حاجات ياما وهتخدمك في حاجات ياما وهتوفر معاكي ياما قوي. انا عن نفسي من ساعة ما عملتها ما شاء الله بقيت بستخدمها ياما وبستخدمها في كل اكلاتي. منهم اكلة الرنجة اللي احنا عملناها، بطروخ الرنجة اللي احنا عملناه. لو شفتوا الفيديو هتشوفوها، وما شاء الله كانت جميلة جدا. وبنستخدموها في البابا غنوج، وبنستخدموها في سلطات الطحينة اللي بنعملوها جنب الكفتة بنستخدم. وعندي كمان بنستخدمها ياما قوي في العسل والطحينة. والاهم من كده عندي بناتي بيحبوها العسل والطحينة. كده هنجيبه برطمان متعقم ونحطه في علبة طحينة. ما شاء الله جميلة جدا. ده طلع كمان في زيادة كمان برطمان تاني. لو توزنوها كده هيطلع معاكم اوفر بكتير بكتير ياما قوي من اللي بتجيبوها جاهزة. وعاملة حاجة نضيفة في البيت وضامنة نظافتها عشان عيالك وعشان بيتك. ولو وصلت لحد هنا ما تنسيش تقوليلي عملت الطحينة وطلعت معاكي عاملة ازاي. كده معانا العسل والطحينة. ما شاء الله احلى حاجة بعملها في الطحينة العسل والطحينة. بألف هنا وربنا يحسن ما بين ايديكم. يلا السلام عليكم.